بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في القناة نتاعي كويزين دي زاد بلوس. مرحبا بكم، ان شاء الله يا ربي تلقاكم الفيديو هذه في احسن احوالكم يا رب. اليوم بديت معكم حلويات العيد، ان شاء الله يا ربي يقدرنا ونقدروا نديروا يعني كميه باش نفرحوا بها العائله تاعنا، وباش يعني نعبروا على الفرحه تاع العيد. هذا مكان ما لازمش الانسان يكلف روحه ولا يعني يدير غير على حساب مقدوره، ولا من ناحيه الكميه ولا من ناحيه النوعيه. حبيت نقول لكم تاني باللي هذه الحلوى انا درتها عندي مده ملي درتها وكنت مصورتها، حبيت نبارطاجيها معكم اليوم لانه توالم بزاف حلويات العيد. سي بوغ سا اللي حبيت نبارطاجيها معكم اليوم، جات الفرصه وان شاء الله باش تستفادوا منها. هنا في ريسيبيون درت 125 غرام تاع مارغرين، ودرت 3 مغارف تاع سكر غلاس، ودرت 2 مغارف تاع الزيت، ودرت حبه بيض هنا كامله، ونزيد صفار حبه بيض. هذه الكميه دارت لي 20 حبه. انا قلت لكم درتها كانت عندي يعني مناسبه ودرتها. نتوما اذا حبيتوا تضاعفوا الكميه ضاعفوا المقادير، هذا ما كان. درت حبه بيض كامله وصفار بيضه، ودرت 2 مغارف تاع كاوكاو محمص ومرحي رقيق. انا الكاوكاو اللي حمصته ورحيته صفيت منه غربلته، وهذاك الرقيق اللي طاح كامل من تحت هو اللي درته في العجينه. وزدت 2 مغارف تاع مايزينا، وهذا مكان، ومغرف تاع كاكاو. هنا نخلطوا كامل المقادير بالباتور، ونخلوهم حتى وين يتجانسوا كامل المقادير. هنا زدت مغرف صغيره تاع خميره كيميائيه، وكاس تاع فرينه. هنا ما كنتش نصور، سي بوغ سا لاني وريت لكم واش درت. ما قلت لكم درت مغرف صغيره تاع خميره كيميائيه وكاس تاع فرينه، ونبداو نطمو في العجينه تاعنا حتى وين تلمنا كامل العجينه. ما لازمش ديروها طريه بزاف، وما لازمش ديروها يابسه، خاطر فيها الكاكاو. ديروا حسابكم، خلوها شويه طريه خاطر راح تنشف لكم. وكان ديروها ناشفه تجيكم يابسه الحلوه تاعكم، ما تجيكمش طريه. هذا هو القوام تاعها اللي لازم نوصلوا ليه. شوفوا هنايا جيت نكور العجينه تاعي. انا حبيت نوزنهم باش يجوني كامل على حبه. نتوما تقدروا ديروا عينكم هي ميزانكم. انا درت 25 غرام، حوالي 25 غرام في الحبه. تقدروا توصلوا حتى 30 غرام، ما كان حتى مشكل. انا برك حبيت باش يجوني على حبه. هنايا بعد ما كملت كورتهم كامل، نجو ندخلوهم هنا في بياض البيض، ونرمدوهم في الكاوكاو هذا اللي محمص وخشين. هذا هو اللي غربلت الرقيق تاعو كامل درتو في العجينه، والخشين نرمدو فيه الحلوى كما راكم تشوفوا فيه. وماذا بكم تحمصوه، يعني شوفوا بيان دوغي هكا باش يجيكم الحلوى تاعكم تجيكم شابه ويجي الكو تاعو شباب. بعد ما نكوروهم هنايا ونرمدوهم في الكاوكاو، ونجيبوا اي اداه هكايا تكون عريضه من التحت كما انا شفتوني درت الجريوره. ومن بعد ما ساعدتنيش جبت هاد الحطبه هذه مدوره، وتكبروا يعني ديروا حفره في الوسط في هذوك الدوائر وتكبروها تجي كبيره. يعني هذيك الحفره شوفوا كيفاش تجي دايره. بعد ما كملت كامل حفرتهم، عاود جوزتهم الاطراف تاعهم في البيض، وعاود جوزتهم في الكاوكاو باش يجي الشكل تاعهم شباب. وهنايا جيت نخدم، دخلتهم يطيبوا على درجة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق. وهنا جيت نخدم الكريمات الزبدة نتاعي. درت 10 مغارف كبار نتاع سكر غلاس مغربل، لازم تغربلوه. ودرت 4 حتى ل5 مغارف تاع ما باش نذوبوا هذاك السكر غلاس تاعنا، وما يجيناش في كريمة الزبدة يعني يحرش في الفم ولا تحسوا به هذاك السكر في فمكم. ذوبوا هذاك السكر غلاس هكا شوية بالماء، ضربوه شوية بالباتور باش يذوب هذاك السكر. كما قلت لكم 250 غرام تاع سكر غلاس ولا حوالي 10 مغارف كبار. وهنا نبدا نزيد نضيف المارغرين تاعي بشويه اللي تكون طريه بدرجه حراره الغرفه. درت 250 غرام تاع مارغرين، نضيفوها بالتدريج حتى وين نكملوها، ونضربوا مليح بالباطوخ باش تخفف لنا. بعد ما ضربتها شوفوا بديت نزيد هنايا في الزيت نص كاس تاع زيت. هذا نص كاس تاع الزيت هو اللي يخفف لنا هذيك كريمه الزبده وتجيكم خفيفه ما تجيكمش ثقيله. ولازم تضربوا تخي بيان بالباتور، يعني تقعدوا مده وانتم تضربوا حتى وين تخفف لكم. شوفوا كيفاش تولي انديري غيوم. شوفوا مازال راني نضرب فيها هذاك واسيت الاطراف هذوك لميتهم وطرشت كامل الدنيا.
وتلموا كامل كريمه الزبده تاعكم. انا درت كميه يعني، وانتم ديروا على حساب، تقدروا ديروا كيما انا تستحفظوا بها في الثلاجه اللي تبقى لكم، وكل مره تجبدوا وتنكوها على حساب الكاطو اللي راكم رايحين تخدموه. كما راكم تشوفوا انا درت كميه، نقصت الكميه اللي راح نستعملها، زدت لها مغرف شوكولا اتارتيني ونعمرها في لابوش. وماش راح تغسل لكم يعني، تخبوها في الثلاجه لتحت ما في الثلاجه، ماش راح تفسد لكم. شوفوا الباقي اللي بقات لي انا عمرتها في بورتمونجي، راح نخبيها في الفريجيدير، ماش راح تخسر، نستعملها الوقت اللي نحتاجها، نجبد منها ونكها على حساب الكاطو اللي راح نديرو. تقعد لكم كيما راهي، ما تخافوش منها. هذه اسيوس برك حبيت نوريها لكم. شوفوا بعد ما طاب الكاطو تاعنا، ما تخلوش يقعد بزاف في الفوق، سينو يجيكم يابس، ما يجيكم شطري. معناتها 10 دقائق وتجبدوه. وهنا هذوك الحفر اللي درناهم في الوسط نعمروهم كامل بكريمه الزبده، يعني ديروا لهم كميه مليحه باش يجيك بنين ويجيك طري. نعمروهم كامل كما راكم تشوفوا. تحبوا تعمروا غير بالمغرف عمروا، يعني بلا بوش يجيكم ساهل وتسهل لكم العمليه. هنا رحت ذوبت شويه شوكولا اولي بالحليب، وزدت لها 2 مغارف تاع زيت، وتخلوها تذوبوها في حمام مائي، حمام مريم. ومن بعد تخلوها حتى وين تدفى، ما تزيدوهاش على كريمه الزبده وهي هكاك يعني سخونه، خاطر تخسر لكم هذيك كريمه الزبده وتذوب. بعد ما درت هكاك، ومن بعد ديكا دوكا جبت لابوش تاعي، درت فيها شويه شوكولا، وندير هاد الخطوط للتزيين. نزينوها كيما هكا. والتزيين توجور كيما نقول لكم يبقى اختياري، كل واحد كيفاش يحب يزين الكاطو تاعو. هنا انا درتهم في ليكيسات كيما راكم تشوفوا الشكل النهائي تاعهم، درتهم في هاد ليكيسات، ودرت لهم هذاك كاوكاو ايفيلي يجي دوغي، ولا تحبوا ديروا لا فوي دور، تحبوا ديروا حبه لوز في الوسط، حبه جوز، كيما تحبوا يعني. تزيين يبقى كيما قلت لكم كل واحد على حسب الكو تاعو وعلى حسب واش عنده في الدار. شوفوا الحلوه تاعنا كيفاش جات بزاف هايله. شوفوا الشكل تاعها والذوق ما نحكي لكمش، يعني تجي بزاف بنينه ما شاء الله. شوفوا الشوكولا هذا كاين يعني تناسق بين الشوكولا بين الكاوكاو المحمص، راح يعطي لها جو بزاف هايل وبزاف بنين. وهنايا دوكا نجو نتاستيو الحبه تاعنا باش تشوفوها من الداخل كيفاش تجي دايره. شوفوا الشكل تاعو كيفاش يجي، شوفوا من التحت كيفاش يجي طايب. هنا نقسموها باش نشوفوا كيفاش يجي الداخل، الشكل تاعها كيفاش يجي. شوفوا الداخل كريمه الزبده كيفاش تجي باينه، مام كي تاكلوها راح تجي تحسوا بكريمه الزبده الداخل مع الشوكولا مع الكاوكاو، راح تعطي لكم بنه بزاف هايله. شوفوا لي هذاك تبان يعني كي تقسموها تبان. شوفوا الطراوه كيفاش تجي بزاف طريه بزاف يعني هايله، صدقوني راح تعجبكم اكيد. وبهذا نقول لكم ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها. حبيت نقول لكم قبل ما تخلوا لا فيديو، خلوا لي جام وبارطاج لا فيديو باش توصل لاكبر نسبه تاع المشاهدين ويستفادوا منها، لما لا. الى فرصه اخرى نقول لكم تهلاو في رواحكم، بقاو على خير ونخليكم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.